حين لاح الصباح كنا في صبر، وما أجمل صباح صبر. هناك كل شيء أحلى وكل شيء مختلف. من العروس القمة الأعلى في صبر كانت البداية، وكنا والشمس على ميعاد. سناها الأحمر يتدفق نحو الأرض، يغمر فيها مساحات تلو أخرى، منحتنا الدفء، ونفضت عنا وعن الأرض بقايا برد بعد ليل ماطر. في الأرض من آثاره الكثير. صباح كان بحق رائعا في بقعة هي الأروع. اللحظة فيها تساوي عمرا، والنظرة لا تعدلها نظرة. في تلك الساعة عشنا سكون الحياة ابتداء، وعايشنا أوائل الخطو وبواكير الأشياء. وفي صبر للبدايات وقعها في النفس، ولتوالي الساعات أيضا مكانتها، وفيه لكل لحظة موضعها المعين. في الحقول بدأت الحركة، حركة امتزج فيها دبيب خطو البشر مع حفيف الأشجار وشدو الأطيار الصادحة على الأغصان التي تتراقص حين تداعبها النسائم العليلة، تتمايل فتميل مع ميلها القلوب. في صبر تتبرج الأرض، تبرز مفاتنها لكل راء، لا يبلى جمالها وإن توالى الزمن، يتجدد مع كل نظرة مرسلة وفي كل وقت وحين. وتلك من الخصائص التي انفرد بها جبل صبر دون سواه من جبال اليمن، وبها تتميز جغرافيته. يعد جبل صبر أحد أبرز شوامخ جبال اليمن، يطل على مدينة تعز التي تقع عند سفحه الشمالي، وعنها يرتفع بحوالي 1500 متر تقريبا. وعن مستوى سطح البحر يرتفع جبل صبر بحوالي 3000 متر، وهو جبل هرمي جرانيتي من العصر الثلاثي، صخوره غنية جدا بالمكثفات والمعادن المتعددة. ويدرج جبل صبر ضمن مناطق المرتفعات الوسطى والجنوبية. وتاريخيا وصف الهمداني في كتابه الصفة جبل صبر بأنه ملك الجبال الجنوبية، وأشار إلى أنه جبل منيع ومن الجبال المسنمة يسكنه الحواشب والسكاسك. ولأهمية جبل صبر الاستراتيجية والدفاعية فقد تكرر ذكره في العصر الإسلامي، وخاصة القرن السادس الهجري، إبان العهد الصليحي والحقب اللاحقة التي سادت فيها دويلات عديدة كانت تعز مسرحا لكثير من أحداثها. وتبرز في مواقع شتى من جبل صبر بقايا حصون قديمة كان لها فيما مضى دورها في حماية الجبل
ومن فيه يسكنون. أما أشهر معالم جبل صبر الإسلامية فهو جامع أهل الكهف، الذي يذكره المؤرخون مرتبطا بواقعة أهل الكهف التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. يقع المسجد في قرية ذي النمرين المعقاب في الناحية الغربية من حصن العروس، وهو مشيد على مرتفع صخري ومبني بأحجار كلسية مطلية بالقضاض، وهو عبارة عن بناء مستطيل الشكل يرتكز سقفه الخشبي على العديد من أعمدة الخشب المزينة تيجانها بزخارف محفورة، وتوجد في جهته الغربية فتحة محفورة في الصخر تعرف باسم فتحة الكهف، ويقال إنها تمتد إلى مدينة ثعابات الواقعة أسفل الجبل من الناحية الشرقية. ويحظى الجامع على الدوام بالرعاية والعناية والإصلاح والترميم ليبقى كما كان دار عبادة وعلم يملأ العقول وسماء صبر بالإيمان يرتشف حلاوته البشر والأرض أيضا، التي يشرق وجهها عن حلاوة أخرى تفيض بألوان الربيع الأخضر، تمتد لتكسي جوانب وقمم الجبل التي تتعدد فتدهش الأعين لانبساط الجبل وامتداده الواسع. دهشة لولا ملامح الحسن في الجبل لم تغالب بها دهشة. لجبل صبر امتداده الكبير على رقعة شاسعة من مساحة أراضي محافظة تعز، يمتد من الجنوب إلى الشمال في مسار متعرج فيه تتعدد القمم وتتعدد مسمياتها، تتنوع التضاريس وتتنوع الملامح. بعد في المكان يفاجئ المرء، لكن المفاجأة الأكبر تبرز في الثراء الكبير لمكونات الجبل الطبيعية والبشرية. ويبسط جبل صبر سطوته المكانية من الناحية الجنوبية الشرقية وصولا إلى جبل سامع ومديرية دمنة خدير، ومن الجهة الشمالية الغربية يصل امتداد صبر نحو منطقة برداد وجبل حبشي، حيث يفصل بينهما قاع السامقة ونجد قسيم. وفي إطار جبل صبر الجغرافي تتشكل 3 مديريات هي صبر الموادم ومشرع وحدنان والمسراخ، وكل مديرية تشتمل على عشرات القرى ومئات المنازل التي تتناثر هنا وهناك في أرجاء الجبل، وهي لم تزل بعد محتفظة بطابعها المعماري الأصيل الذي يقوم بناؤه على الحجارة، وتمتاز بلمسات فنية تجعل من الجبل لوحة فنية متعددة الألوان والسمات والملامح، وهو من جانبه يضفي على تلك القرى الكثير من مباهج الحياة. وتشكل قمم الجبل وتشققاته الصخرية مصدر حياة لمناطق الأطراف والسفوح، منها تتحدر مياه الأمطار والسيول، تتدفق نحو الأرض، تروي التربة وتنبت الخيرات المختلفة. وجبل صبر موعود بالخير على الدوام، تجول في سمائه الغيوم الماطرة وتنهمر بغزارة عليه أمطار المواسم، تمتلئ بها حقول الأرض،
وتفيض في شلالات وسيول هادرة. البعض منها يتجه صوب مدينة تعز، والأخرى تجري في أودية نحو السهول والقيعان الفسيحة، وأخرى تحتفظ بها صخور الجبل كمخزون يحفظ للجبل اخضراره طوال العام. وكثيرا ما يستقبل جبل صبر زائريه بالمطر المتساقط والذي يغسل فيه كل شيء. المنازل والشوارع الحديثة والأشجار الكثيفة التي تتناثر في ربوع الجبل، والمدرجات الزراعية التي تخلب اللب، وهي تبدو مثل لوحة فنية مدهشة تنبض بالخضرة والحياة. في مناطق القمة العروس والمعقاب وسيعة تبدو المدرجات الزراعية آية في الجمال والإبهار، خضرة غامرة تفيض على الأرض في مدرجات قل أن ترى العين لها مثيلا، تفتر لها الأفواه تعجبا ودهشة، وينال أهلها من الثناء الكثير. وقد أبدع أهل صبر في القمة ومختلف أرجاء الجبل في تشييد وهندسة المدرجات الزراعية ومختلف الأراضي الزراعية المتاحة في الجبل، وأولوا الأرض عناية فائقة والجهد الكبير، فجادت الأرض بوافر الخير من المحاصيل الزراعية والحبوب المختلفة، بالإضافة إلى الثمار والفواكه المتنوعة. ويحرص سكان صابر عامة على زراعة أصناف شتى من الفواكه في منازلهم، ويعرض القليل منها أمام الزائرين في دروب ومنعطفات الجبل، كما تعرض أيضا باقات الزهور التي يشتهر جبل صبر بزراعتها أيضا. ويقبل الناس على شرائها نظرا لجمالها اللافت للأنظار وبراعة المعروض وبراءة العارض. ومن عرض لعرض يتغير المعروض، وما أكثر ما يمكن للعين أن تراه. محلى بنات الجبل حما يطوفين المدينة بثياب الدمس، خدود مثل الورد، ضوء الفجر أرواها وأعطاها المشاقر حرس، أزياء وملابس تقليدية تسكن الأجساد صغيرة كانت أم كبيرة، لا فرق، تشكل سمة أساسية في صبر لا ترتبط بموسم، بل ترى في الواقع كل يوم وفي كل الفصول. يعد اللباس الصبري النسائي خاصة أهم موروث شعبي خالد عبر الزمن، تتوارثه الأجيال صناعة ولبسا. واللباس الصبري على اختلاف ألوانه هو في الحقيقة نوعان: الأول يسمى الطاقة ويصنع من القماش الأسود ويزخرف قليلا بخيوط متعددة الألوان، وغالبا ما يصنع للأطفال. وأما النوع الثاني فيسمى القميص، وهو اللباس الرسمي لمختلف المناسبات، ويعتمد في خياطته على الأقمشة الفاخرة ذات الألوان المتعددة، ويتم تطريزه يدويا وبتصاميم وأشكال جميلة في الشكل والألوان، والتي هي حقا ألوان فرح وبهجة تتلائم تماما مع جمال الجبل الآسر وربيعه الدائم. يسقيك محلى ورود
مسك وصبر يرحم. وفي دورة الفصول وعبر الزمن يبقى جبل صبر رحيما بالنظر، لا ترى فيه مما يرى إلا الحسن. الكل إليه يسعى، يفيء إليه السحاب من الأعلى ويصعد حينا من الأسفل، يكمل من جمال الصورة، وإليه تفد الوفود الزائرة ويقصده المتنزهون، وتكون ساعات الأصايل في كل يوم موعدا لبدء الحركة، حيث يعج الجبل بالزائرين الباحثين عن الراحة، ومن اشتد بهم الشوق إلى النسمة والهواء العليل. وما أجمل هواء صبر ونسائم الأصيل فيه، هي كما يراها البعض بواعث راحة ومفرجات للكروب. يعد جبل صبر أهم متنفس سياحي يقصده الناس لقضاء أوقات هادئة بها تتجدد حياتهم وتستعيد الأنفس ما فقدته من جميل المعاني وسط الزحام. وتربط بين مدينة تعز وجبل صبر طريق إسفلتية حديثة تصعد من الأسفل للأعلى، صممت ونفذت وفق المواصفات العالمية، وبفضلها أضحى الوصول إلى أعلى الجبل سهلا وميسورا. وتمتلئ جنبات الطريق بسيارات الزائرين، وبين منعطف وآخر ترى هناك من يتوقف، ومن منعطف لآخر ترى الأعين من هناك ما هو جميل. وتشكل جدران الطريق الحجرية مواقع استراحات مفتوحة، فيما تنتشر في أرجاء الجبل الاستراحات والمتنزهات الحديثة التي توفر للزائر أرقى الخدمات، بالإضافة إلى الموقع الذي يسمح بالرؤية المثلى لأجمل المناظر، سواء في الجبل أو مدينة تعز التي تبدو وقت الغروب وفي الليل أشبه بجوهرة تتلألأ ألقا، ولا يحاط بجمالها الفاتن إلا من الأعلى من جبل صبر النابض بالحياة، كأنه جسد حي يتنفس، يخطو يصعد من الأسفل يتعالى نحو الأعلى، وتبدو قمته مثل روح تعانق السماء.